السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على أفضل الخلق وأشرفهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا بنانيت؟ عاملين ايه اخباركم؟ يا رب تكونوا بخير وبأتم صحة وأحسن حال يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. انا عامله لكم بقى فيديو سريع كده في الاول. لو حابة تستفيدي من الفيديو هتستفيدي اكيد ان شاء الله بإذن الله. وبعرفك بس الفيديو محتواه ايه عشان ان شاء الله تخشي وماخدش من وقتك كتير، وهتستفيدي ان شاء الله باذن الله من الفيديو اساسي. نبدا بقى يومنا وروتيننا النهارده. وحشكوا جدا السطح، وحشكوا قوي صح؟ انا وحشني جدا جدا ان انا اعمل فيديو فيه. بجد كان يوم ممتع ممتع ممتع. نبدا يومنا بالقهوة الجميلة القمر اللي بقالنا كتير ما بدأناش يومنا بيها. ونقول بقى كده: اللهم صلي وسلم وزد وبارك على أفضل الخلق وأشرفهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عملناها بقى في الكنكة الفخار. أنا شوية الكنكة الفخار شوية المكنة، يعني عادي، ما بيأثرش معايا حاجة، بس أهم حاجة الكنكة الفخار أبدأ بها يومي. ولا الرمالة يا بنات؟ مين عنده الرمالة بقى؟ الرمالة اللي بالكهرباء. انا كنت بشرب بالرمالة اللي هي مش بالكهرباء، اللي هي تحت النار يعني، وكنت عاملاها في بيتي عادي. عارفين كنت عاملاها ازاي يا بنات؟ احكي لكم. قولوا لي احكي لي احكي لي. هحكي لكم. كنت عامله طبق وفي رمل، طبق ألمونيا يعني، وفي رمل، وكنت بحطه بقى على النار واسيبها بقى مع نفسها. بالكنكة الفخار كمان بتاخد وقت فظيع، وقت كبير، بس الطعم بيختلف خالص. بصوا بقى القهوة عملت ازاي معايا. كل قهوة وليها طعمها، وكل نوع وليه طعمه بأمانة جميلة. يعني كل حاجة أنا عندي، كل قهوة ليها وقت وليها طعم. يعني ممكن أشرب قهوة في وقت، يعني مثلا ممكن أشرب القهوة دي في وقت مليش مزاج فيه، احس بان انا لا ما. ولو يا بنات بقى يا لهوي، لو فارت مني اول قهوه دي بتبقى كارثه بالنسبه لي، بيبقى مودي ويومي ما يعلم بالله ربنا. اللهم لك الحمد والشكر لك يا رب. ما تعمليش زي ما توقفيش مودك على القهوه، لا لا لا، سيبك مني. بصوا بقى انت، بقالكوا كتير جدا ما شفتوش المنظر الجميل ده. المنظر الجميل ده كان امتى؟ كان الحمد لله صليت العصر وقعدت شويه كمان، وقلت ايه، اعمل قهوة واخدها معاكم. طبعا انتوا عارفين يومي بيبدأ امتى. انا يومي بيبدأ بدري، بس بنوتاتي بقى فعشان بيصحوا متأخر، فكده كده ايه، يعني بفطر لوحدي، وساعات والله بتغدى لوحدي يا بنات. فيعني ايه، بمشي الدنيا كده، لان هما يعني انا بصحى وبنوتي بتنام، فيعني ربنا يخليهم ليا ويديمهم نعمة في حياتي، اللهم امين يا رب العالمين. ويديهم الصحة والعافية كده، يخدموا نفسهم بقى ويخدموني معاهم. ربنا يخلي صحتنا يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. واهم حاجة بركة الوقت يا بنات. ادعي ربنا يرزقك ببركة الوقت وطاعة ربنا، ويا رب قربني ليك اكتر واكتر، انا وانت يا رب. بصوا بقى، خدت خماري وخدت قهوتي، هنعمل عظمة. السطح عايزة اقول لكم بيستغيث، وانا كل حاجة بتستغيث بقى عندي هسكت؟ لا مش هينفع. ظبطت نفسي كده وهيأت نفسي وقلت ما بدهاش. كده كده ان شاء الله باذن الله الغدا بتاعنا هيبقى سهل وبسيط، مع ان يوم السطح ده انتوا عارفين ان انا بحب اعمله ايه، يكون في عندي غدا يعني وكده. بس قلت لا، مش مشكلة، كده كده ايه، انا مرتبة ان انا هعمل اليوم دوت السطح وكده. فقلت ما بدهاش اخدكم بقى معايا، والمنظر الجميل التحفة ده اللي بيديني طاقة ايجابية، بيديكوا صح؟ بيديني طاقة ايجابية كده وحماس. والله يا بنات انا بسمع كومنتاتكم، بشوف كومنتاتكم اللي على الخاص، ببقى نفسي اظهرها والله، بس في ناس بتقعد تكلمني وتقعد تقول لي انت حاطه الميه ليه على الباب تحت. اقول لها والله حاطه الميه عشان اعزكم الله ازازتين ميه تحت كده قدام البوابه، فيهم ميه، بس يعني بحطهم معظم الاوقات يعني.
انا بحطهم يا بنات عشان عايزاكم الله القطط بتطلع ما تعملش بتبيع على البوابة بقى، فاهميني؟ القطط بقى بتطلع على البوابة، فعشان ما تعمليش ايه، عايزاكم الله بتبي كده بس هو ده اللي انا عاملاه. القطط بتخاف من الازايز اللي فيها مية شفافة. شفت مجرد ما رغينا كلمتين كده خلصنا العشة الاولى ازاي، والعشة الكبيرة كمان. لا لا، ده خدت مني وقت. اللهم لك الحمد والشكر ليك يا رب. الحمد لله. يعني بصوا، انا طلعت بعد العصر بشوية وشربت القهوة معاكم وفنشت الحاجة كمان، وبعدين بدأت. فبصراحة نزلت بعد المغرب بشوية. الحمد لله الحمد لله لحقت المغرب، صليت المغرب وتمام. بصوا بقى، انا باكل دلوقتي الفراخ دي يا بنات بلدي مشعر، جايباها عايزة تسيبيها للبيض. انا مش عارفة بصراحة هسيبها للبيض ولا لا. بس انا عندي كمية اللي معايا بتاعة البيض الكبار، يعني كافياني الحمد لله. اللهم لك الحمد والشكر ليك يا رب. فممكن يعني انا دلوقتي بسمنهم. حاطه حاطه ايه بقى في العلافه دي؟ حاطه علف، علف تسمين مرحله اخيره، ودي شيشه. وطبعا كان عندي شكارة عيش، او اشتريت شكارة عيش يعني من حد. الكيلو كان ب10 جنيه، يعني اشتريته ب10 جنيه ورحت دشيتها يعني عملتها، كسرتها في المكنة عند بتاعة العلف يعني، وكسرتها ورحت ايه بحط بقى. حطيت شكارة العيش على 25 علف، 25 كيلو علف تسمين على 15 كيلو ايه دشيشة، وخلطتهم على بعض. وقلت ايه ياكلوهم بألف هنا وشفا على قلبهم، لان في متفاوت بينهم، في صغير وفي كبير، فهيكملوا معايا يعني ان شاء الله بإذن الله. يعني ادبح بقى امتى شوية كده. بس والله يا بنات عايزة اقول لكم، الديوخ مش سايبة بعض، بيضربوا بعض بطريقة لغاية ما بيطلعوا دم بعض بجد. مش عارفة يعني بصراحة يعني اعمل فيهم ايه. والحمد لله خير ان شاء الله باذن الله. هدبح امتى؟ يعني مستنيه اسمنه شويه كده، وهاخد منهم بصراحه الديك الديك العافي يعني، فاهميني؟ الديك اللي عمال بيضربهم دوت، هاخد واحد في واحد في واحد كده. فيعني الحمد لله، ربنا يرزقنا ويرزق الجميع يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. وبصوا بقى، مجرد برضو ما اتكلمنا شويه خلصنا ايه العشه التانية. انا ببسط جدا 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 لما بعمل العشش بقى وانشط على الفراخ كده، يا بطلع تاني يوم مرتاحة مرتاحة مرتاحة، بقعد اسبوع كمان مرتاحة يعني. بصوا عايزة اقول لكم، بصوا شايفين الدنيا عاملة ازاي والدبان ملموم بقرف 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 جدا. انا بقى حاطة البرميل الازرق دوت فيه الاكل بتاع الخلطة بتاعت ايه، بتاعت الفراخ اللي هي البياضي. دي ليها خلطة ودي ليها خلطة، لو هتسميني غيرها غير الحاجة بتاعت البيض. فده الازرق دوت بتاع الفراخ البياضي، الاحمر بتاع الايه، الفراخ اللي هتتسمن، اللي هي البلدي المشعر اللي احنا جايبينها سن ايه، سن يوم. عايزه اقول لكم، وروقت بقى على السطح ورشيته. بصوا بقى، كان كده قبل المغرب. طبعا أنا عندي نور ومنوراه، بس مكنتش محتاجاه قوي بصراحه. اللهم لك الحمد والشكر ليك يا رب. بصوا بوريكم، حتى عملت البوابه ديت بالميه، رشرشت عليها ميه كده، نزلت ايه عايزاكم الله الاتربه، وخدت الدور التالت كمان، بس ما صورتهوش بصراحه عشان التليفون كان فصل شحن. فالحمد لله ما كنتش قادره انزل صراحه اشحن وانزل واطلع تاني. طبعا انتوا عارفين بهدلت السطح. بعديها ايه، تنزلي على طول تاخدي شاور جامد، ونظبط نفسنا كده ايه، ونطلع تاني ناخد قهوه عادي يعني، ما عنديش مشكله. لا بس ما طلعتش تاني بصراحه في اليوم ده. ما قدرتش لاني نازله يعتبر قبل العشاء بحاجه بسيطه، يا دوبك خدت شاور وظبطت الدنيا. بصوا القلل بقى ما مليتهاش بصراحه المره دي، وشايفين النظافه والجمال.
يا الواحد بيبقى مرتاح اهو. ده بقى الايه الاكل بتاع ال- البياضي. البياضي دول اللي هم كبار شويه، اللي هم بيبيضوا. طبعا مش من عملهم العيش، يعني اللي هم بيبيضوا مش من عماه قوي، يعني ممكن ايه تكسريه حاجه بسيطه كده، لان هم كبار فبياكلوا ايه العيش الكبير يعني. مخلطه بقى للبياضي، علف بياضي، وحط علف بياضي على على عيش بس. الخلطة دي بتغنيني، ولو عندي اكل في البيت صراحة بتوفر عليا وجبة. يعني انا بحط لهم كل يوم الصبح يعني قيمة ايه 2 كده. بصوا عايزة اقول لكم، شايفين يرضيكوا ده انا لسه منزلتش، والله لسه منزلت. كان عندي بقى ايه خضرة، فقلت اقطعها مع، طبعا كنت جايبه لهم اسمه ايه كرات. كرات يا بنات رهيب، جميل جميل جميل. وطبعا حطيت في المية ليمون. كان عندي ليمون قرب يدبل كده في التلاجة، فقلت لا استغله واحطه ايه للطيور. حطيته على المية للطيور دي ودي، يعني حطيت للطيور للاتنين. بصراحة تجربة تحفة. لو عندك مكان يا بنات حتى لو صغير وعايزة تجربي في الطيور، جربي والله مش هتندمي. اكل البيت لا يعلى عليه، وكلها خير وبركة ورزق في البيت. ضيف جالك هتشدي فرختين ولا فرخة وهوب طرخة هتخلصيها بثانية، وهت والضيف هياكل وهيتمتع و... وبجد هيدعيلك. اهم حاجة الضيف ده يا بنات، اكرميه ربنا هيكرمك. ما عندكيش ضيف وما عندي خلصت الفلوس بتاعت الميزانية بتاعتك بتاعت اخر الشهر اللي انت عاملاها، مش هتستلفي، مش هتعملي حاجة من حد طبعا، مش ما فيش حد بيستلف عشان ياكل يعني. يعني عندك بقى في طيور تذبحي، مش عايزة طيور كمان يا بنات ومعكيش فلوس، هتذبحي فرختين وهتروحي تبيعيهم. هتبيعي فرختين هيجيبولك 2 كيلو لحمة، كيلو لحمة ايا كان. بجد والله يعني هتجيبي سمك، هتجيبي حاجة. يعني بصراحة هي كله خير في البيت. عايزة تعمليها كمشروع اعمليها. بصراحة التربية جميلة جميلة جميلة. بصوا بقى احنا نزلنا وخلصنا وتمام وكل حاجة، وصلينا المغرب وتمام. قلت بقى ايه اعمل خلطة البانيه. المفروض دي كانت تتعمل قبل ما اطلع بصراحة، بس المطبخ عندي كان حر قوي، لان انا عندي الحيطة اللي جنب دي منها للشمس على طول بتاعت المطبخ، فالجو بيبقى حر جدا جدا في المطبخ. وبصراحة عايزة اجيب مروحة في المطبخ، يعني مش هكدب عليكم، مش عارفة هجيبها فين وازاي، بس يلا مش عارفة احطها فين بصراحة، بس محتاجة مروحة ضروري. الجو وحش جدا جدا جدا، فربنا يأجرنا من نار جهنم يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. عملت خلطة البانيه بقى زي ما انتوا عارفين. حطيت دبس رمان، حطيت بصل، حطيت طماطم، فلفل الوان، فلفل اخضر. انا زودت فلفل الوان يا بنات هنا، وزودت في الخلطة علشان انا هعمله مشوي. فالخلطة ديت لما بتتاكل مع المشوي بتبقى جميلة جدا. برميش حاجة، اللهم لك الحمد والشكر لك يا رب. وعملتهم بقى ظبطت الدنيا بقى كده، وحطيت فيهم التوابل بقى حطيت 7 بهارات، الشطة الحمراء، البابريكا، اسمها ايه الثوم البودرة، البصل البودرة. حطيت كل التوابل اللي عندي زي ما انتوا عارفين، واهم حاجة الخل ما تنسوهوش. قلت الكبة بقى ايه اعزكم الله مش نظيفة. اسكت؟ لا ما اسكتش يا بنت اسكتي، لا 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 والله ما اسكت. ينفع؟ ده بقالي كتير قوي ما عملتش خلطة للطيور. قلت ما بدهاش اخد بقى ايه الكم الكم حاجة اللي طلعت من البصل بقى والفلفل الالوان، الحاجات اللي هي بتبقى ايه الحاجات اللي بنرميها للطيور دي. قلت احطها واحط عليها آه بتاع ده ليمون. بصوا قطعت الليمون كده وحطيت عليها معلقه طحينه. حطي معلقه طحينه للفراخ، بجد رهيبه. معلقه الطحينه
طحينة هتزود وزنهم وهتديهم كفاتح شهية. تحفة 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 يا بنات، والله احلى من الخميرة كمان. مهم حطيت معلقة طحينة وحطيت خل وحطيت ليمون، كان عندي حبة معلقتين كنزبيل كنت جايباهم للفراخ البيضة، قلت ما بديهاش، حطي يا بت حطي، الحاجات دي حلوة. انا بعملها الخلطات دي بصراحة في الشتاء اكتر. في الشتاء بحب الوقفة في المطبخ، طبعا اي ست بتحب الوقفة في المطبخ، وبنعمل معجنات كتير وبنعمل حاجات كتير، وبتبقى برضو الفراخ بتبقى محتاجة حاجات في الشتاء اكتر، حاجات سخنة اكتر من الصيف. بس برضو اوعي تستهيني بالمية للطيور، لو عندك طيور اوعي كل ما تعطشي افتكري الطيور بتاعتك، حطي تلج كده في المية وشوفي الدنيا عاملة ايه معاكي. انا صراحة يعني المكان اللي هم فيه مش حر قوي، يعني حواليه بيوت وحواليه حيطان، فايه الجو مش اللي هو الحر قوي، الحر كله بيبقى بره على السطح، فاهميني؟ فيعني مش محتاجين تلج صراحة. انا حطيت كذا مرة لقيت المية ما بتبقاش سخنة قوي يعني، فقلت ايه خير. فانت شوفي طيورك مكانهم فين برضو، ايه عشان برد الصيف بجد بيبقى اصعب من الشتاء، خدوا بالك، لان لو جالهم برد او جالهم حاجة مش هيقعدولك، هيموتوا على طول، لا قدر الله يعني، بعد الشر. برد الصيف اوحش من الشتاء، الشتاء بتعرفيه وبتعالجيه، تلحقي تعالجيه، انما الصيف ما بتلحقيش. وبنوتي قالت لي انا هعمل انا المكرونه وانت اعملي البانيه، قلت لها الف هنا وشفا على قلبك، كانت احلى طبق مكرونه، الف هنا وشفا على قلبهم يا رب. وهي اللي عملت والله طبق المكرونه لوحدها، وانا اللي عملت ايه البانيه ده. الف هنا وشفا على قلبنا. باي، مستنياكم في فيديو جديد في حفظ الله يا بنات.